الكرام، كانت ليلة البارحة هي أولى ليالي هذه العشر المباركة، وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من التعبد والقرب خلال هذه العشر المباركات. وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنواع من العبادة ينبغي الإنسان أن يتعبد لله تعالى بها، سواء في رمضان أو في غيره، لكنها في رمضان آكد. من ذلك إحياء هذه العشر، وإحياءه يكون بكثرة الصلاة فيها، قراءة القرآن، الاستغفار. يحذر الإنسان من أن يضيع وقته فيها بما لا يعود عليه بالنفع، إن كان يحتاج إلى أمر دنيوي قضاه، لكن الأصل أن تكون هذه العشر ختاما لهذا الشهر وقربه إلى الله تعالى. والإنسان كلما اقترب من نهاية عمله ينبغي أن يزداد حرصا على العمل الصالح، وكذلك أن يكثر العبد من الاستغفار خلال هذه الأيام، فإن الله جل وعلا أمر بالاستغفار في آيات كثيرة، وكذلك نحن في عباداتنا نكثر الذكر في آخرها، كما قال الله جل وعلا: ولتكملوا العدة، يعني عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. وكما قال جل في علاه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وقال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال الله جل وعلا أيضا عن القتال في سبيل الله، قال سبحانه وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة فيما يتعلق بالأمر بالذكر، ونحن نعلم جميعا أن الذكر هو من أعظم العبادات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خبره عن زكريا أنه أوصى قومه ب5 وصايا، والوصية الخامسة قال: وآمركم بذكر الله وحده، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا فتحصن منهم بحصن منيعة. فالذكر أيها الفاضل هو الحصن المنيع الذي يتحصن فيه الإنسان قربة إلى الله تعالى وتعبدا لله جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه.